حلقه من برنامج افتح قلبك. اليوم غادي نتكلموا على جوج ديال المواضيع جديده. زكريا شاب فاقد الهويه، هذه المساله خلاته يعيش معاناه حقيقيه. اذا ما كانش عندك لاكارط راه ما عندك والو، ضيع وصافي. الدراري تا هما كانوا يعايروني به، يقول لي سير قلب على باكم، يعني تحس بداك الشيء داخلي. هذاك الضغط ودوك الضغوطات الا داك الانسان استفد منهم راه كيقادوا ليه الشخصيه ديالو، وكتولي الشخصيه ديالو ماشي بحال ديال الفخر اللي هي رخيص، ملي كتولي الشخصيه ديالو غاليه كتولي بحال ديال الديامون. واشرف اللي تعقد من الزواج من بعد مجموعه من التجارب الفاشله. المشكل عندي هو العزوف عن الزواج، ما بقيتش نتيق في الدريات. عرفتي كلمه كبيره ديال العزوف على الزواج. لا باغي يبرك بوحدو، ولا باغي مثلا يدوي مع حد، مثلا باغي يهضر مع حد، ولينا ندوي معاه وانا معصب. حسيت براسي انا كنقول واش انا ما كاملش، واش فيه شي ديفو، واش فيه شي عيب. غنبداو الان الروبورتاج الاول، زكريا ومشكله الهويه. زكريا شاب في عمره 20 سنه، فقد الام ديالو في سن مبكره وما تاحتش ليه الفرصه يعرف الوالد ديالو. اما افراد العائله الاخرين فتخلاو عليه وما استطاعش حتى انه يحصل على الاوراق الهويه ديالو. المشكل هو لاكارط، اول حاجه هي لاكارط ناسيون. اذا ما كانش عندك لاكارط راه ما عندك والو. وعاد المعاناه الاخرين من طرف مثلا الاب والام خوت، يعني هذاك حتى هو راه احساس تحس به داخليا، واحد النقص. عندي خالي اللي خاصو يعني يساندني، وهادي راه هو ما ناكرني مني نهضروا مع الناس باش يصايب ليا لاكارط، قال لي ما تنعرفوش. عانى زكريا من قسوه الوحده ونظره المجتمع، خصوصا بعد ما تخلى عليه خاله والجده ديالو اللي هما الاهل والاحباب اللي بقاو ليه. الدراري تا هما كانوا يعايروني به، مثلا ملي نتناقش انا وشي واحد تيقول لي سير قلب على باكم، يعني تحس بداك الشيء داخلي. اضطر زكريا انه يشتغل في سن مبكره باش يربح لقمه العيش، وخدم في النوار لعدم توفر على بطاقه تعريف تسمح ليه بالاستقرار. خدم مثلا بشركه تخدم عاوتاني مرتاح، ثاني تاخذ رصيد مزيان، تكون عندك عاوتاني واحد يعني حمايه بزاف. وقعت لك شي حاجه الشركه تتسال بك، يعني هي اللي كتكون يعني ضمان. بحال الاتوليات والو داكشي نوار، لو وقعت لك شي حاجه انت المسؤول. كل مره تيرافق زكريا الاصدقاء ديالو للبحر، صحاب ولاو بمثابه العائله الوحيده اللي كيملك والسند اللي لقى في جنبه فوق الشده. تنبغي ننسى شويه ديال المشاكل، تنجيب صحابي يعني شو البحر ولا كوره ولا المهم تندور شويه باش تنساو هادي. ماشي هضره اللي غتنسيك في داك الشيء اللي تتحس به، فهمتيني؟ علاش ما عندك شي واحد، عندك غير داك صحايبك هو اللي شي ساندك في الطريق في كل شيء. خدا فيصل موعد مع زكريا في احد المقاهي باش يحاول يفهم المشكل ديالو ويسلحوا بالوسائل والادوات اللي غيساعدوه يتخطى الاحباط اللي كيحس به. كيفاش كتعيش مع هاد الوحده؟ والله اللي تيعلم. كيفاش كتحاول تغلب عليها؟ مثلا بحال صحابي، بحال تنخرج معاهم، تنبدل شويه بحال. وكتحس بلي راه المجتمع كيعاونك، ولا كتحس بلي راك فريمون ما كاينش اللي يوقف معاك؟ بحال ملي مشيت للمقاطعه ومشيت للقياده شي واحد ما عقل عليه، يعني تحس شي واحد ما باغي. اصلا ما عارفينش شنو غادي يديروا معك، لان المشكل يعني ديالك انت والمجتمع. الا انت ما عرفتيش كيفاش تمشي تدق على الباب اللي خصك تدق عليه ما غاديش تلقى حل. حاول فيصل انه يشرح لزكريا بان المشكل بيديه هو، لازم عليه ياخذ زمام الامور. بين ليه ان الانسان القوي هو اللي كيخوض تجارب كثيره وكيتحدى مشاكل الحياه. انا في الحقيقه عندي احساس انه هذه المشكله ديال لاكارت غادي تحل دغيا. غادي نمشيو نشوفوا المحامي وغادي نشوفوا شنو غادي يدار. شنو غادي نبين لزكريا؟ غنبين ليه بلي راه داك المشكله لا جايه صغيره وغادي تحل، ولكن راه كاين مشكله كبرى منها اللي هي البناء ديال الشخصيه ديالو من جديد، ويحاول يتعامل مع الماضي ديالو على اساس يبني به المستقبل ديالو من جديد. لان الناس اش تيوقع لهم في صحابهم ان الا عنده مشكله كيحلها وغادي يحلها وصافي، تينساو بلي راه ديك المشكله ما طاحش فيها الا انه عنده حوايج في الشخصيه ديالو، ضعف، كآبه، خوف خلاوه يطيح في ديك المشكله اللي دوك ما غاديش يتقوى على مشكله اخرى جايه للقدام. يعني خصنا نحلوا المشكل بطبيعه الحال اللي هو ديال لاكارت، نمشيو نشوفوا محامي هادي غادي يكون، لكن اللي هو اهم هو البناء ديال الشخصيه باش نتقوى، باش نعرف اشنو اللي ما خلانيش نوصل للحل. رافق فيصل زكريا عند المحامي باش يستشروا فيما يخص الاجراءات القانونيه اللي لازم يعملها.
إذا من الناحيه القانونيه انت عندك الحق في ان تكون عندك كاي مواطن مغربي عندك الحق في البطاقه ديال طبعا تعرفها غير هي مشروطه يعني بوثائق خاصها تكون عندك باش يمكنك تحصل على البطاقه. منها هاد شهاده السكنه. انت عندك الاختيار ما بين ترجع للدار اللي كيف قلتي بغيتي ترجع. يمكننا نديروا واحد المسطره اللي هي استعجاليه اللي عند السيد رئيس المحكمه تدوز السيد قاضي المستعجلات واللي تامر بانه ترجع الحال الى ما كانت عليه، بمعنى انه ترجع للدار اللي كنتي فيها مع الوالده ديالك الله يرحمها، وتم استخراج شهاده السكنه بطريقه عاديه اللي حقك فيها اللي غتعطيها لك السلطات، ومن ثم تكمل باقي الاجراءات اللي هي الحصول على البطاقه وغادي تكون انت في السكن ديالك. الا كان ما عندكش رغبه انك ترجع لهذا الدار يمكنك انك تكون مقيم يعني في جهه اخرى، ويمكنك تستخرج بطاقه ديال السكنه في مكان اخر اللي انت غادي تكون مقيم فيه. بغيت يعني نرجع للاصل ديالي فهمتيني، البلاصه فين اللي تابع عليها وهذه والساكن والدار فين تزدت وهذه بغيت داك الشيء ديالي يرجع. اذا في هذه الحاله غادي يكون عندنا شرح الاستاذ سعيد معاش لزكريا انه بامكانه يرجع للمنزل اللي عاش فيه مع المرحومه الام ديالو بفضل مسطره قضائيه تتخول ليه يحصل على شهاده سكنه. بغينا نهضر على واحد الناحيه انسانيه. الحاله ديال زكريا تتوضح لنا بان القيم ديال الاسره المغربيه ما بقاتش هذيك قيم التكافل، قيم التآزر، لان الوضعيه اللي فيها زكريا واللي وصلته انه تيبحث باش يدير ورقه ديال الهويه وما تمكنش انه تكون عنده شهاده ديال السكنه، كانت ناتجه على وضع خلل في العائله اللي يعني لفظاته او جراو عليه كيف قال سي زكريا. بعد الاستشاره القانونيه رافق فيصل زكريا لاحد قاعات الملاكمه باش يخدم معاه على الثقه في النفس ويعاونوا على بناء الشخصيه ديالو. فجبتو عندي بوكسر ما عرفتش كيفاش غادي يوجد راسو، كيفاش غادي يواجهو، غادي نخدموا معاه باش على اساس انه يعاود يسترجع ديك الثقه اللي خاصه. مزيان دونك كنشكركم على الاستقبال ديالكم لينا، فانتم كاع كديروا لا بوكس وماشي معايا ما غديروا لا بوكس ها تفاهموا من الاول. غادي نجيب لكم زكريا، مازال ما شفتوش. زكريا شاب عنده 20 سنه يتيم، فنديروا معاه واحد التمرين اللي غادي نحاولوا معاه انه نعاودوا نبنيو ديك الثقه في النفس ديالو. فهو مرخي بغينا نيرفيوه، دونك غادي نسد ليه عينيه، غادي تشوفوا غادي نزيد ليه عينيه وغادي نختار 3 منكم اللي غادي يبوكسيوه. ما تقصحوش ما تفرحوش ما تقصحوش، وانما بغيتكم تحقروا عليه، بغيتو يحس بالحقره وهو كياخذ ديكو دو بارتو. يعني طلب فيصل من الملاكمين انهم يستفزوا زكريا بالضربات ديالهم بلا ما يألموه. طلب من زكريا انه يتعامل مع الضربات كانها المشاكل اللي كيقاسي منها في حياته والضغوطات اللي كيتعرض ليها. الهدف ديالك هو ان اول الدفع على راسك هو 3، والهدف الثاني هو انك تحرز نقاط، والنقطه باش تحرزها في البوكس يعني انك سواء تضرب في الوجه او لا تحاول توصل لشي واحد في لي كونتاكت ديال الكور ديالو. صافي واجد مزيان. هاد التمرين غادي يساعد زكريا على انه يستعمل القوه ديالو كلها امام الحواجز اللي كتعيقه في الحياه، يعتمد على نفسه وما يستسلمش بسرعه كيف ما كان كيدير ديما. زكريا بلاتي زكريا اش كضحك؟ واش تضحك؟ اش كضحك؟ هم كيضربوا فيك وانت كضحك. بقى مركز ما تضحكش، هما ما كيضحكوش فاش كيلعبوا معاك، فهمتي؟ بقى مركز وخدم على اساس انه كيجوك ديكو وانت في نفس الوقت خصك تضرب. صافي بقى مركز ما تضحكش. هز راك فوق. فوالا مزيان تري بيان. لاحظ فيصل ان زكريا ما كانش واخد التمرين بجديه، فحاول انه يشجعه ويحفزه باش يكمل حتى الاخر. لما ظن زكريا انه استنفذ كل القوه ديالو ظهرت قوه جديده خلاته يكمل في الدفاع حتى الاخر لحظه. زكريا دافع على راسك. فوالا شي فوالا انت كتجيب لي نوت دابا انت كتجيب. وي فوالا برافو وي سوبر فوالا كمل وي. ما تبقاش وقع يزيد. كمل سير دافع على راسك دافع. فوالا دافع سير. تري بيان برافو. حيد تبارك الله عليك بس تي بيان.
Respire dur. Très bien. جيب السفل ديالك دوسمون، وانت كتجيب السفل ديالك كتفكر كيفاش انك تفوقتي وكيفاش انك واجهتي 3 ديال الناس وعينيك مسدودين، وفي الوقت اللي كنتي كتقول راه عييتي بقيتي كتضرب، وتفكر ان هادشي اي واحد فينا كيطيح فيه. بغيت تشرب؟ في الحياة ديالك كيفاش كتعيش بحال هاد المواقف؟ واش كاين شي مواقف كتحس بهم بحال هاد الموقف اللي عشتيه اليوم؟ مثلا من بغيت هذا ندير داك الشيء ديالي، ما لقيت حتى واحد في جنبي، فهمتيني؟ تلقى راسك بوحدك بوحدي يعني، دافعت على راسي والو، تغلبت. وهنا واحد الوقت كنتي حسيتي براسك تغلبتي وكنتي باغي توقف، كنتي باغي توقف التصوير، وفاش قلت لك كمل اش وقع؟ يعني كتشوف راسك تيضربوك، خصك تدافع، واخا خصك تعاون، ما خصكش تدافع على راسك، ما خصك تستسلم في هذه. وفاش كنتي عيان، ملي كنتي عيان قلتي غتحبس وكملتي، ضربتي وواجهتي وصلتي ديكو، واخا ما قادرش تحاول تدافع بواحد هذا، فهمتيني؟ الاساس ديال التمرين هو انه يعرف كيفاش يواجه الخطر ويواجه الاحباط. وفاش الواحد كيبغي يحبس، وذاك الوقت اللي كنت كنتسنى انا فاش قال لك صافي ساليت، عاد بدا التمرين ديال بصح. لان في الاول كانت عندك القوه، كتقدر تضرب، تواجه، تدافع على راسك. واحد الوقت كتحس راه عييتي، هذاك الوقت هو التمرين. فاش كتحس راه صافي عييتي، في ذاك الوقت اللي عاد الى ماركي دي بوين، عاد بدات الواجهه قاصحه، عاد عطى واحد الطاقه اكثر من الطاقه اللي كان عطاها قبل. فهذه طبيعه الانسان عجيبه فينا، لان فاش الوقت اللي كنحسوا راه تسالاو لنا كاع الحلول والطاقه مشات، هي فاش كتكون واحد الطاقه اخرى مخزونه اللي كتكون اكبر من الطاقه. باش يبين لي ان المشاكل كلها عندها حلول، فعوض انه يتصاب بالاحباط والاكتئاب لازم يفكر بطريقه اخرى وما يفقدش الامل والصبر بسرعه. دابا نبداو بالتمرين الاول ياك. عندك هاد الورقه هادي مكتوب فيها هنا الف، وهاد الجهه هادي مكتوب فيها باء. مزيان، غنحطيك في الارض وغنطلب منك انك توقف على الجهه اللي فيها الف. زيد وقف عليها. مزيان. دابا تخيل معايا زكريا، ياك ما مخلوع، ما تخافش، ما كاينش البوكس، ما مخلوعش. مزيان، غتخيل معايا ان مورا هاد الورقه بحال شي صفيحه فوق البحر، ياك شي خشبه فوق البحر، كاين القرش، كاين اسماك القرش دايرين بك. يعني من حد الان ما عندكش الحق تحط رجليك من برا الورقه. تفهمنا؟ هذا ما عندكش الحق ديرو. اي حاجه اخرى بغيتي ديرها ديرها، ولكن ما تحطش رجليك من برا الورقه. وفي نفس الوقت دابا نطلب منك انك وانت واقف على الورقه، وتبقى ديما واقف على الورقه، تقلبها ودير كيفاش باش تولي توقف على الجهه اللي فيها باء. يمكن هذا هو الشرط اللي خصك دير. عاد ندوزو للتمرين الاخر. شنو ندير؟ شي لعبه سحريه باش ما عرفتش، اقلب كيما قلتي لي قلب ورقه. ايوا قلبها. ما عنديش كيفاش نقلبها. واش حاولتي؟ لا حاولتي، جاوبني، حاولتي ولا ما حاولتيش؟ لا ما نحاول. لا حاولتي ولا ما حاولتيش؟ لا. مزيان، كيفاش كتعرف المذاق ديال شي ما غتشربو اولا شي حاجه غتاكلها؟ سميتو هذا الذوق. الا ذقتيها ما تقدرش تحكم عليها وانت كتشوف فيها. وهذا التمرين دابا هذا كتحكم عليه وانت كتشوف فيه. حاولتي؟ باين بلا ما نحاول ما غاديش نلقى. لا صاحبي زكريا، لا فكر معايا بلاتي. كنتمنى انك ما كتفكرش هكا في حياتك، لان كتفكر بهذه الطريقه هذه راه غتخرج، غتسالي معايا، غتخرج غتوحل، غتقول لي عطيني نرجع، اجي عاوني، وما غاديش نقدر، وما غاديش نبقى معاك انا دايما. انا عارف بلي راه هذا الشيء اللي عشتي صعيب، وداك الشيء علاش ما بغيتش تمشي غير بحلول، بغيتك تمشي بشخصيه اخرى. هاد الطريقه، هاد الشيء دابا اللي كدير معايا هو كدير مع المشاكل ديالك، واللي غادي دير مع المشاكل ديالك. ما تقوليش انا تمرين صعيب وانت اصلا ما حاولتي لا وحده لا جوج. طيح ياكلك القرش، هذا احتمال اخر ما فكرتيش فيه، او لا تحاول. واش فاهم شنو تنقول لك؟ بصح انا مشكل التحديد فيك، خصك تفكوا، سينو نقدروا نحبسوا كل شيء. انا ما غاديش نكمل معاك، هذا يكون على يقين، ما غاديش نكمل معاك حتى نفوت هذا التمرين، حتى تخطى هذه المرحله هذه. يلاه المرحله الاولى. نقول لك انت مستعد تحبس كل شيء، تحبس البرنامج ديرو بحال ما درنا والو؟
لا ما بقيتش. لا واش مستعد نحبسوا كل شيء؟ لا ما مستعدش. وشنو الحل اللي بقى لك؟ دابا ما عندكش استعداد نحبسوا البرنامج، برافو عليك. هذه نقطة غنحسبها لك. زكريا توقع الفشل قبل ما يقوم بأي محاولة باش يقلب الورقة، وبدا بكلمة مستحيل. وهذا خلى فيصل يشرح لي أنه ما خاصوش يحكم على كل مشكل قبل ما يحاول يلقى ليه حل. بلاتي انا نعطيك واحد الحل، بقى واقف عليها، قطعها من الوسط بيديك. بقى واقف وقطعها من الوسط، قطعها شرقع على جوج. لا شرقع قلب ديك الجهه وقلب الجهه الاخرى، حطها في الرجل الاخرى. لكن هي كانت من هاد الشيء صافي، ها انت لقيتي الحل. اسهل ما يكون. اش بان لك؟ زين. فرحان؟ تبين لزكريا أن الحل كان سهل وما كان خاصو غير ياخذ الوقت ديالو باش يركز ويحاول عدة مرات. دابا دوزنا التمرين الاول، غندوزو للتمرين الثاني وشويه ساهل. غندير لك واحد 9 النقاط هنايا ياك، 3 96. عندك واحد التحدي سيدي هو انك تربط بين هاد 9 النقط بخط مستقيم، ماشي لا زاويه ولا دوره ولا والو، خط واحد مستقيم ويدوز على 9 النقط كاملين. ما قلتي ليش مستحيل؟ سي بيان بحال ما هكا. هذاك لا في زوايا، خص دوز نشوفو. قطعها والله قايمه وشان. وانت دير اللي يعجبك، المهم انا يدوز عليهم خط واحد. ندير اللي عجبني انا. دير اللي يعجبك. صافي هو الحل الوحيد. أول شي خطوة واحدة. واو زكريا، درت هاد التمرين مع مئات ديال الناس، الا ما قلتش شي آلاف، محاضرات، دورات، سنوات كنوريهم هاد التمرين. شي 5 سنين هادو فين ما مشيت كنوريهم هاد التمرين. حتى واحد عمري عقلت عليه لقى الحل ولقيتيه. وما كنتش كنتصور غتلقاه. لكن راه خديت تجربة من التمرين الأول، قطعت الورقة تاني بان لي الحل عاوتاني نقطع الورقة. تبارك الله عليك، هذه ما يتسالك. عمرك ما تربط راسك بشي قواعد ما فرضهاش عليك حد. تسولتي واش نقدر ندير اي حاجه عجبتني، مادام انا ما فرضتش عليك شي قانون، ما قلتلكش حافظ لي على الورقه ولا هذا، دير اللي يعجبك وغتلقى حلول اكبر من الحلول اللي عندك انت. دونك عندك 15 ثانيه باش تصنع من هذه الورقه جسم طائر، اوكي؟ دونك نبداو نحسب 1 2 3. وهذا الجسم الطائر خصو يطير ابعد مستوى ممكن تقدر تتحكم فيه مزيان. قام فيصل بعدة تمارين مع زكريا باش يبين ليه نمطية التفكير ديالو، وباللي خاصو يحاول يشوف الاشياء بطريقه مختلفه باش يتجنب الاحباط والاكتئاب اللي ديما تيحس بهم. يعني صورتي طياره، انا ما طلبتش منك طياره، قلت لك غير جسم طائر. شوف اش بالك في هذا الجسم الطائر؟ هذا سهل. اش فكرتي في طياره؟ مشى نفس المشكل، تا الطيارة تيرها تقدر الطيارة ولكن هذه ديالك ما طارتش مزيان. أنا ما صايبتش مزيان. اوكي هذه انا شوف فكرتيش في هذه، فكرتي في طياره عاديه، حيت هذه ماشي طياره عاديه. عادي هذا زكريا، لانه اي انسان كنا عندنا واحد الطريقه ديال التفكير تتكون نمطيه، تتكون ديما تمشي في طريق واحد اللي الناس مولفين يمشيو فيه. حيت في المدرسه تعلمنا نصنعوا بحال هاد الطيارات هادو، ما تعلمناش نصنعوا بحال هادو. وهذه اسهل ياك، وكتصوب بالزربه وكتمشي ابعد. دونك ديما نديرها في راسك، راه في الحياه كاين بعض المرات شي حلول، كاينين شي حوايج تكون سهله وباينه اكثر من الحوايج اللي الناس متعودين. دونك الا بعض المرات شتي ناس غاديين في واحد الطريق، هذا ما كاينش ان راه ديك هي الطريق الصحيحه. طلب فيصل من زكريا انه يشوف المشاكل اللي كتواجهه بطريقه اخرى، ويحاول يستافد من التجارب اللي مر منها باش يزيد يتفوق في حياته وما يخليش الحواجز البساط يوقفوا في طريقه. دونك اليوم مع زكريا تعلمنا انه الانسان ما خصوش يوقف
رغم المشاكل اللي عنده. زكريا عنده واحد الحياه يعني ماشي عاديه، داز ظروف اللي هما صعاب بزاف. والحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفوا انه كلنا عندنا واحد الماضي صعيب، على كل واحد والدرجه ديال التحمل ديالو. فذاك الماضي يقدر يقتلني، يكون ثقيل عليا وما يخلينيش نزيد للقدام، كما يقدر يكون مصدر القوه ديالي ويعطيني دفعه باش نزيد للقدام. اشنو كيجعل انه الماضي اثر عليا سلبيا او لا ايجابيا؟ حاجه وحده، طريقه باش كنشوف ذاك الماضي. الا كنشوفوا شي حاجه خايبه ما كنستاهلها وعلاش انا طاحت عليها وما خصنيش نعيش داك الشيء، علاش انا ماشي انسان عادي، علاش ما عشت بحال الناس كاملين. فهنا كنشوف في واحد الطريقه سلبيه اللي غتهرسني. اما الا شفتو بواحد الطريقه ايجابيه، واخا انا عشت هذا الشيء كامل وعشت صعوبات كبار، يعني نقدر نزيد، يقدر هذا الشيء يعاوني يعطيني شخصيه قويه باش اي مشكله جات نتغلب عليها اكثر من الناس الاخرين العاديين اللي عاشوا ظروف عاديه ولا كان عندهم امكانيات. فهذا الماضي غيولي مصدر قوه ليا. مر زكريا من ظروف صعيبة ومأساوية، ما بقاش كيقدر نفسه، استسلم للحياة ولنظرة الناس. حاول فيصل خلال التمارين اللي عمل معاه أنه يدفعه للقدام باش يهز الراس، يواجه المشاكل ويستافد من التجارب الصعيبة اللي عاشها باش يقوي المناعة ديالو وينجح في الحياة. فيصل، زكريا مر بظروف صعيبة، توفات ليه امه، ما كيعرفش باه، يعني من طبيعي شيئا ما انه يحس باحباط. لا هو بطبيعه الحال لانه حياته ما كانتش طبيعيه، ما عمره عرف الوالد ديالو، الوالده ديالو كانت عندها اعاقه وهو عنده 12 عام. لكن هذا الشيء ما خصوش يدينا لديك الصوره انه كل انسان يتيم راه معرض للفشل وانه يخرج للزنقه ويعيش في خيريه. بحيث انه دابا الدراسه دارت في شيكاغو من واحد العالم النفس سميتو ميهالي، كتب واحد الكتاب على العباقره، وما كانش ننتظر واحد الظاهره لاحظها، هي انه اغلب العباقره والناس اللي عندهم ابداع في العالم ما كانش عندهم الوالد ديالهم، وتوفى في واحد السن اللي عنده اقل من 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم بطبيعه الحال حتى هو يعني ما شافش الوالد ديالو، الام ديالو مات ليه وهو عنده 6 سنوات. واحد يقدر يقوي الواحد ويخليه يزيد القدام. هو واحد الوقت، اسمح لي قطعتك فيصل، واحد الوقت كيقول لك انا ما كنسوى والو. يعني خطير ان الواحد ما يبقاش عنده ذاك يولي حاقر نفسه بهذا الشكل هذا. هو بطبيعه الحال يعني الا كتشوف الماضي ديالك بواحد الطريقه اللي هي سلبيه، كتقول مادام انا ما عندي والديا، ما عشت معاهم، عشت ظروف صعيبه، وبديت كتشوف فيها بطريقه سلبيه، غتجي اليوم وغتلقى راسك والو. ولكن الا شاف راسو بلي راه عاش واحد التجربه قويه صعيبه ولكن قويه، اللي غتكون قواته، اللي غتكون عطات واحد الطاقه جديده، اللي غتكون كما قال زكريا واحد الوقت عندي خبره في الحياه اللي ما عندش شحال ديال الناس، وانا يعني كنتواضع قدام ديك الخبره، كنتواضع قدام دوك الظروف اللي هو عاشهم وكانوا صعاب بالنسبه لي. هادشي كيجعل انه ولات هاد اليتم يقدر يولي مصدر قوه، مصدر دافع الى داك الشخص اللي عاش ويعرف يتعايش معاه. بالنسبه لكل المشاهدين اللي كيشوفونا اليوم، ملي كتسد كل البيبان، اشنا هي الادوات اللي خاص يتسلح بها الواحد باش يواجه هاد المشاكل ويزيد القدام؟ فالاداه الاولى هي الايجابيه والتفاؤل. يعني الانسان راه الاحباط كيتعلموا. في 1998 الدكتور سيليغمان مؤسس العلم النفسي الايجابي اكتشف انه الانسان فاش كيتولد ايجابي 100%. عمرك ما تلقى شي دري صغير تيقول لك انا ما بقيتش باغي نتعلم نتمشى، عييت كنطيح بزاف، ما بقيتش باغي نتعلم، او ما بقيتش باغي نتعلم نهضر، راه كيضحكوا عليا الناس صافي غنحبس. لا، كنتولدوا ايجابيين 100%، وكنحاولوا، الطفل كيحاول. فاش كنكبروا كنتعلموا واحد الحاجه سميتها الاحباط. شنو هو الاحباط؟ وفاش كنحاولوا واحد الحاجه شحال من مره كنقولوا راه يمكن صافي ما كاين حتى النتيجه، وكنحبسوا كنحطوا يدينا. بحيث انه داروا دابا تجربه في المختبر، كيحطوا ناس في واحد الغرفه، كيحطوا لهم مشكل وكيحطوا لهم واحد الحل اللي اصلا ما غيوصلهمش للنتيجه. فاش كيحاولوا المره الاولى الثانيه وكيفشلوا، كيديوهم لواحد الغرفه اخرى وكيعطيهم نفس المشكل وكيعطيهم هذه المره الحل. لقاو دوك الناس ما كيحاولوش، تيقول لا راه ما واخا كاع نحاول عرفت راسي ما نلقاش حل. يعني خصنا نرجعوا فينا هذيك الرغبه اللي كانت اللي علمتنا، داكشي اللي خلانا نتعلموا نمشي ونتعلموا نديروا بزاف الحوايج، ولا خصنا نتعلموا نواجهوا المشاكل اليوم. طبيعه الحال كما درت مع زكريا، خصنا نتعلموا نفكروا بطريقه مغايره، لان مع المدرسه مع المجتمع كنفكروا بطريقه نمطيه. هذا الشيء كيعطينا واحد الطريقه كنفكروا بها اللي هي ديما مره واحده، ولا كنحاولوا واحد النتيجه ولا واحد المحاوله شحال من مره، كنساو بلي راه نقدروا نحاولوا شحال من المحاولات. فخص الانسان يبقى مبدع، يبقى دائما عنده امل. يعني لا تسد عليا هذا الباب نحل هذا الباب، فكرت بهذه الطريقه نفكر بطريقه اخرى، ماشي نبقى نعاود نفس الكره وفي نفس الاتجاه. هذا هو اللي خص الانسان ديما يعقل عليه. كما اكتشف زكريا، اكتشف مثلا بالنسبه لاكارت كان بالنسبه ليه مشكل كبير. واحد الوقت لقى راه باب كان صغير قدامه، كون
كون نلقى حل، وانما هو بقى في واحد الطريقه ديال التفكير. من الاشياء اللي كنتي قلتي لي كذلك على لاكارت هو ان الخطا اللي كنرتكبوا هو ما كنمشيوش نقلبوا على المعلومه من المنبع ديالها. زكريا ما مشاش سول واحد النهار مزيان هاد لاكارت كيفاش نعمل وشنو هي الخطوات اللي خصني نتبع، وسمع هذاك الشيء اللي كيقولوا الناس. فهذا الشيء كيوقع في المسائل الاداريه، كيوقع اللي بغى يقلب على فيزا، كيوقع اللي مريض. اول حاجه كنديرو كنمشيو نسولوا الناس، صحابنا، عائلتنا، شنو بالك، نمشيو نقراو في انترنت. وهذا الشيء كامل كيعطينا معلومات خاطئه، كيزيد يعقد لنا المشكل. واحد الوقت تبان المشكل كبيره، مشيت عند واحد المتخصص كيعطيني راس الخيط، كيقول لي بالضبط شنو خصني ندير. فالانسان غالب المشاكل ديالو كتجي من جوج حوايج، من الاحباط ومن نقص ديال المعرفه وديال الحلول. فالاحباط خصني انا نحلو باش انني ديما نسترجع داك التفاؤل، ونقص الحلول خصني نمشي نسول متخصصين وما نخافش انني نطرح السؤال على واحد اللي غيعطيني معلومات اللي هي صحيحه. شكرا فيصل على كل هذه الايضاحات. شكرا.